كالعادة في حلقة استخبارات الفانتزي عندنا دايما مفاجآت، والنهارده انا لابس تيشيرت استون فيلا تضامنا مع ياسين حسام الدمسيسي اللي يا رب يكون بخير وطمنا عليه كده والحمد لله انه احسن دلوقتي. وكمان يا جماعة انا فعلت الوايلد كارد، فعلشان كده برضو هوريكم فرقتي بسرعة كده في اول الحلقة، وقولوا لي برضو رأيكم مين اللعيبة اللي جيبها ومين اللعيبة اللي استبعدها من التو درافتس دول. وكمان عندنا واحد من اليوتيوبرز اللي جاب سكور عالمي تماما، وهو دكتور فانتزي اللي فكرنا كده بدكتور فانتزي بتاع الموسم اللي فات، وجاب سكور رهيب جدا، جاب 92 نقطة. خلينا طب نشوف فرقته كده معانا على الشاشة. دكتور فانتزي جاب 92 نقطة زي ما انتم شايفين، وكان عنده يعني ايه خماسي من اللعيبة اللي ملهاش حل، الكسندر ارنولد ومحمد صلاح، وعنده طبعا واتكنز وسولانكي وهالاند، فطبعا فرقت معاه جدا سولانكي. وخلينا نشوف تغييراته. طيب هو كان جاب ميتوما وماديسون مكان ادرسون وستيل، يعني تخيلوا التغييرين ما كانوش ليهم مردود كبير، لكن الفرقة ذات نفسها كانت ممتازة، وعلشان كده زي ما انتم شايفين كده ترتيبه ارتفع في كل الليج زي ما انتم شايفين كده، وبقى 810,000 على العالم. فطبعا مبروك يا دكتور فانتزي، وان شاء الله نكمل على كده. وانا عارف ان هو يعني دكتور فانتزي من الناس المميزة جدا، فان شاء الله دايما هنتابعك ودايما هنستمتع بيك وبالفانتزي. وبما اننا لسه في المقدمة فخلينا برضو نشوف الوايلد كارد كده اللي انا عملتها. انا يعني جبت سكور مش وحش الجولة اللي فاتت دي، لان انا شايف ان ميعاد الوايلد كارد كده خلاص ملوش حل ولازم يكون كان هو ده الميعاد. فزي ما انتم شايفين كده ده الوايلد كارد اللي انا عملتها، وكان يمكن احد الاصدقاء طلب مني كده ان انا اعمل وايلد كارد في اخر وقت كده قبل الديدلاين بتاع الجوله اللي فاتت، جوله 31، وانا ما لحقتش الحقيقه، لكن انا بعتذر له طبعا جدا. المهم خليه طب يشوف الوايلد كارد دي لو هو لسه ما عملش الوايلد كارد، يا رب ما يكونش عملها. وزي ما انتم شايفين كده جايب كيبا واليسون، تريبير وايت، ليندولوف اللي انا متردد جدا فيه، دانك واليكس مورينو. خط النص جايب ايزي ومارتينيلي وصلاح وجريليش وميتوما، وانا ماشي كده مع الخماسي اللي في خط النص ده لحد دلوقتي، يعني مش متردد فيه قوي. وفي المقدمه عندي جيزوس وواتكنز وهاري كين، اللي انا طبعا هقلبه يبقى هالاند في الجوله اللي بعد الجايه. فدي كده ده التصور الاولاني. ممكن اعمل شويه تغييرات تانية، يعني ممكن يبقى ستيل وجونسون في حراسه المرمى، واحط بقى الكسندر ارنولد واليكس مورينو وليندولوف. وبعد كده عندي طبعا هيبقى في خط النص زي ما هو، وبرده هاري كين وجيزوس واتكنز، ممكن هاري كين يبقى توني. فدي يعني كل الافكار كده اللي عندي. ستيل بس عندي مشكله طبعا معاه ان ممكن سانشيز هو اللي لعب المباراه اللي فاتت، فانا مش متاكد هيلعب ولا لا. طبعا انا برتب كل الترتيبات دي لان لسه عندي البنش بوست، فانا مراهن عليها جامد جدا، وان شاء الله يا رب يعني تتعوض كده في البنش بوست والدنيا تظبط معاه. كمان طبعا الجوله الجايه جوله بلانك، انا ما كنتش عايز اخش يعني بماينسز، ومش عايز اخش غير بان يعني تبقى الفرقه متحضره تماما للبلانك. فان شاء الله نضرب عصفورين بحجر كده وتبقى جوله حلوه. وطبعا قولوا لي بقى لو في حاجه ان انا اغيرها او لعيب ازاي انا مش واخد بالي منه. فدي كده الدرافت، دي كده الافكار اللي عندي في الوايلد كارد بتاعتي. اخباركم ايه يا شباب وعاملين ايه؟ ودي كانت المقدمه كده، اديت لكم مقدمه دسمه جدا، لكن كالعاده يا جماعه حاولوا تتابعوا الحلقه الاخيره لان برضو فيها مجموعه من النجوم ومجموعه من المفاجآت، ويعني مليانه كده حاجات حلوه جدا، يا رب تعجبكم. وطبعا بما اننا بنبدا حلقتنا فيلا نبدا مع اول واحد معانا في الحلقه اللي دايما موجود معانا، وهو محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه اللي في الجوله دي ما كانتش جوله موفقه تماما ليه، جاب 45 نقطه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. الدفاع عنده بثلاث وحايد زي ما انتم شايفين، يمكن رايا بس هو اللي جاب 5 نقاط، الحمد لله انه ما لعبش يعني ايفرسون. وخط النص ما عندوش غير مارتينيلي، وعنده طبعا المقدمه كان هالاند وهاري كين، يعني هالاند بس هو اللي كان طبعا سجل الهدفين بتوعه امام ليستر. فيعني عنده سولانكي طبعا ب 15 نقطه على البنش. يعني انا بالنسبه لي طبعا فعلا كان القرار صعب شويه، لان طبعا سولانكي كان بيلاعب فريق توتنهام في يعني ملعب توتنهام الجديد، والمباراه ما كانتش سهله، لكن يعني طبعا سولانكي جاب 15 نقطه كانت يعني هتفرق جدا جدا مع ابو تريكه، اللي طبعا زي ما انتم شايفين كده كان عمل تغيير وحيد، جاب مارتينيلي مكان راشفورد، والتغيير كان كويس. يعني هي المشكله كلها ان هو طبعا ما لعبش سولانكي، وترتيبه نزل بقى 1,968,000 على العالم. ترتيب يعني طبعا نزل شويه بعد ما ابو تريكه كان ارتفاع كبير، لكن ان شاء الله يعني ابو تريكه تعوض في الجولات الجايه. المهم طبعا ان ترتيبه في دوري فريق بين سبورتس زي ما حضراتكم شايفين كده ما اتغيرش، هو برده السادس زي ما هو، تحت احمد المحمدي يعني بفارق كبير
شويه، لكن طبعا الجوله دي فرقت معاه شويه بصراحه. لو كانت يعني سولانكي بس كان موجود كانت فرقت جدا جدا معاه. كالعاده طبعا احنا بنبص على دوري فريق بين سبورتس. تعالوا نشوف كده مين اعلى واحد جاب سكور ونشوف فرقته، وهو ذا روك وائل جمعه. 78 نقطه للكابتن وائل جمعه اللي يعني عجبني جدا. هو بيحلل طبعا الاسبوع ده الدوري الانجليزي. 78 نقطه بماينس 4. خلينا نشوف طبعا جم منين كده. كيبا ومينجز، وعنده كمان محمد صلاح، وعنده مارتينيلي وواتكنز وهالاند في المقدمه، وكان عنده كمان مارتش 5 نقاط على البنش لو كان لعب مكان ميتوما. يعني دايما الحاجات دي بتبقى صعبه شويه بصراحه، لكن كويس طبعا ان هو جاب السكور العالي ده. 78 نقطه فرقت معاه جدا. طب خلينا نشوف كده تغييراته. كان جاب مارتينيلي مكان ماديسون، تغيير موفق، وجاب صلاح مكان راشفورد، تغيير عالمي. فيعني التغييرين كانوا حلوين جدا لكابتن وائل جمعه في الجوله دي. وزي ما انتم شايفين كده ترتيبه برده ارتفع في كل الليجز، وبقى ال 2,940,000 على العالم. يعني كانت جوله ممتازه يا كابتن وائل، وان شاء الله دايما كده تكمل على خير. تعالوا نشوف برده تاني كده الليج ومين تاني جاب يعني سكور حلو. الكابتن حسام الدمسيسي، اللي انا طبعا لابس له تيشيرت استون فيلا عشان تعرف ان انا قديم بس يا كابتن حسام. وطبعا جاب زي ما انتم شايفين كده 77 نقطه في جوله كانت حلوه جدا. كابتن حسام الدمسيسي استون فيلا تألق، يبقى هتشوف كابتن حسام على طول في المقدمه. على فكره يعني كابتن حسام الدمسيسي في يعني من موسمين مش من زمان قوي كان زي ما انتم شايفين كده جاب يعني في جوله من الجولات طلع العاشر على العالم. الجوله دي كان استون فيلا تألق فيها تألق كبير جدا، وجاله زي ما انتم شايفين كده الهدايا بتاعه الاف بي ال، وطبعا كانت يعني حاجه جميله جدا. ان شاء الله كده ممكن نبقى نعمل لقاء مع كابتن حسام الدمسيسي ونتكلم على الجوله دي، ونتكلم كده على الفانتزي وعلى ارائه كده ان شاء الله باذن الله. يعني هرتب معاه الموضوع ده. المهم كابتن حسام الدمسيسي تألق لانه كابتن واتكنز زي ما انتم شايفين كده ما عندوش هالاند يا جماعه، ومع ذلك تألق تماما في الجوله وجاب يعني واتكنز 32 نقطه. يعني كانت مغامره جامده جدا منه بصراحه انه بكابتنه امام نيوكاسل يعني، ولكن الثلاثيه الجميله عنده كمان اليكس مورينو وعنده بوانديا. يعني طبعا الثلاثي دايما اللي عنده كده من فريق استون فيلا. لما استون فيلا بيتألق كابتن حسام على طول يتألق. كمان عنده جابكو، وزي ما انت شايفين يعني ما عندوش صلاح حتى، لكن عنده كمان الكسندر ارنولد. الدفاع كان عنده جامد جدا زي ما انتم شايفين كده، اليكس مورينو والكسندر ارنولد ووايت، وكان حاطط ماديسون على البنش. فبالنسبه لي طبعا كانت جوله ممتازه. هو كان جاب جابكو مكان راشفورد، وجاب بان وايت مكان صليبه. فطبعا التغييرين كانوا ممتازين جدا، وترتيبه ارتفع بقى ل 2,397,000 على العالم. يعني ما شاء الله يا كابتن حسام، وسلامي كده لياسين، ويا رب دايما يكون بخير ويا رب. نرجع تاني للليج ونشوف كده مين برضو كان متألق في الجوله دي، وهو مين؟ وهو الدكتور طارق الجلاهمه، اللي جاب زي ما انتم شايفين كده امامكم 75 نقطه في الجوله. 75 نقطه باليكس مورينو وبايزي. يعني هي دي بقى من الحاجات كده الجامده اللي عنده دكتور طارق، اللي دايما بيتألق كده وبيبدع في التغييرات. هو ما كانش عامل تغييرات في الجوله دي، لكن طبعا ايزي فرق معاه جدا في الجوله دي وخلاه فعلا جاب ال 75 نقطه، وترتيبه بقى ل 2,192,000 على العالم. كانت جوله ممتازه جدا لدكتور طارق الجلاهمه، اللي يا رب دايما بيكون بيستمتع بالحلقات وانا ببعتها له بشكل مستمر، وان شاء الله دايما كده بنتابع الفانتزي مع بعض. تعالوا بقى نشوف محمد سعدون الكواري اللي جاب 74 نقطه برده في الجوله. هي كانت جوله بصراحه لناس كتير يعني كانت جوله كويسه، وزي ما انتم شايفين كده كان عنده برده كيبا على البنش ب6 نقاط. هو لعب بيكفورد، لكن طبعا ايفرتون ما جابش كلين شيت، بل بالعكس ايفرتون يعني ما قدمش مباراه كمان كويسه. وكان عنده زينشينكو. المشكله طبعا ان هو كان عنده زينشينكو وكودي وكولمن، 3 لعيبه ما لعبوش زي ما انتم شايفين. لعب سيميدو فجاب ال6 نقاط من دفاع فريق ولفرهامبتون. وكان عنده محمد صلاح، وعنده طبعا كابتنة هالاند وواتكنز. ففي كل الاحوال 74 نقطه ممتازين. تعالوا نشوف تغييره كده. كان جاب مارتينيلي مكان راشفورد، تغيير ممتاز، وترتيبه ارتفع الى 363,000 على العالم. الى حد كبير طبعا ترتيب ممتاز جدا لمحمد سعدون الكواري، واللي دايما كده بيمتعنا، واللي دايما كده بيبقى يعني حاجه جميله جدا في استوديو بي ان سبورتس طبعا، واكيد كلنا بنستمتع بيه جدا. يلا بينا بقى نخش في متصدر الليج، وهو مين طبعا؟ وهو فورزا ميلان سالم الهملي، اللي جاب 74 نقطه. وما زال الاستاذ سالم يعني متالق جدا، وما زال يعني كده ملوش منافس في دوري فريق بي ان سبورتس. 74 نقطه جوله باوديجر طبعا ووايت ومحمد صلاح وهالاند وداروين نونيز، اللي هو طبعا داروين نونيز اللي ما لعبش اصلا المباراه ونزل من على البنش، ولكن سجل هدف فيه الفوز الكبير جدا لفريق ليفربول 6-1. ليفربول اللي يعني حبه فوق وحبه تحت كده. المهم طبعا ترتيبه ارتفع الى 29,501. ترتيب رائع جدا للاستاذ سالم الهملي، واللي كده بعيد خالص في
المنافسه على دوري فريق بي ان سبورت. نخش بقى في فانتساوي علي ايمن اللي جاب 72 نقطه بماينس 4 رغم انه عمل 3 تغييرات. خلينا طب نشوف 3 تغييرات بتوعه. كان جاب هالاند مكان داني انجز، اندرياس بيريرا مكان برونو، واكي مكان تشيلويل. تغييرين يعني كان منهم تغييرين ما عملوش اي حاجه، طبعا اكي ما لعبش واندرياس بيريرا كمان يعني ما عملش حاجه في الجوله دي. تخيلوا اللي كان جاب ايزي مثلا مكان اندرياس بيريرا كان فرقت ازاي مع علي. المهم خلينا طبعا نشوف فرقته على ال 72 نقطه الممتازين من وجهه نظري. طبعا يعني كان تريبير وهنري وستوبينن، اندرياس بيريرا، محمد صلاح وماك أليستر وميتوما وهاري كين وهالاند وواتكنز. يعني طبعا كان عنده برضو زي ما انتم شايفين كيب على البنش ب6 نقاط، وعنده مينجز برضو ب6 نقاط على البنش. لكن في كل الاحوال الصراحه بالنسبه لي يعني جولات ورا جولات كده علي بيتالق فيها، وترتيبه ارتفع بقى 90991. ترتيب ممتاز جدا لعلي، وان شاء الله دايما متالق يا علي، ودايما بنتابعك يا علي، ودايما يعني انا مبراهن عليك كده ان انت ان شاء الله هتخش في التوب 10000 باذن الله في الموسم ده. تعالوا بقى نشوف واحد تاني من الناس المتالقه جدا برضو في الفتره اللي فاتت، وهو مدمن فانتزي محمد صلاح. 70 نقطه بدون ماينسز زي ما انتم شايفين. عنده مينجز وعنده مارتش وعنده ميتوما وعنده جريليش وعنده واتكنز وعنده هالاند، يعني مجموعه من الناس اللي تالقت جدا. لكن هو برضو في الجوله دي كان حظه حلو شويه، لانه طبعا مينجز نزل له مكان زينشينكو، ودانكن نزل له مكان لوك شو. كل الاحوال يعني كانت جوله ممتازه ليه. لكن هو زي ما انتم شايفين كده عنده مبلغ كبير جدا في البنك 6.8، يعني اعتقد ان هو ممكن يشرك محمد صلاح. لازم هيجيب محمد صلاح في الجوله الجايه. جريليش طبعا وماديسون كانوا التغييرين اللي كان عملهم، تغيير برضو موفق، وترتيبه ارتفع الى 38,574 الف على العالم. ترتيب ممتاز جدا لمحمد صلاح مدمن فانتزي، اللي برضو ممكن نتابع كده ونشوف الجروب اللي مجموعه فيه اللي هو اف بي ال عرب يوتيوبرز. زي ما انتم شايفين كده هو الاول فيه ب 2070 نقطه، بعديه على طول فانتساوي ب 2043 نقطه، واللي بعديه برضو بطل العالم عطيه عبد الخالق اللي جاب 77 نقطه و2017 نقطه. ترتيبه الاوفرول عطيه عبد الخالق اللي يعني كنا جبناه قبل كده وفاكرينه. طبعا عنده قناه عصير فانتزي. 77 نقطه جوله من مين؟ من مارتينيلي ومن محمد صلاح ومن دخيا ومن يعني طبعا واتكنز ومن هالاند الكابتنه. وكان عنده بقى ايه يا جماعه؟ كونسا وبن رحمه، الاثنين كانوا على البنش. مش ممكن طبعا، جوله صعبه جدا يعني. لو كان لعب الاثنين دول كانت فرقت معاه وكان عدى ال 77 نقطه دول، كانوا يعني فرقوا جدا جدا معاه. معلش طبعا هو في كل الاحوال كانت يعني جوله ممتازه. مارتينيلي كان تغييره مكان راشفورد برضو تغيير كويس جدا، وترتيبه ارتفع بقى 177,519 الف على العالم. ترتيب الى حد كبير متالق. هو طبعا في عارفين طبعا في الراديو في قناه دي ام سي، فيا رب دايما نتابعه كده. وانا بحب بصراحه اتابع برضو تعليقاته كده واراءه الجميله على التويتر، ودايما ان شاء الله مستمتعين مع بعض. وطبعا برضو يا ريت تتابعونا برضو على تويتر وعلى انستجرام، هنكون برضو نحاول ننزل كده بعض البوست الظريفه ان شاء الله دايما في الفتره اللي نيجي بقى لواحد من الناس اللي احنا دايما بنحب نتابعهم، وملك الديفرنشلز. واكيد طبعا قلت لكم مين ملك الديفرنشلز خلاص، يعني اذا كان يعني المتابعين عندي خلاص عرفوه، وهو محمد القاضي. محمد القاضي اللي يعني جاب زي ما انتم شايفين كده 55 نقطه في الجوله دي. يا جماعه محمد القاضي ما عندوش هالاند طول الموسم، يعني انا مش مصدق بصراحه ان هو في الترتيب ده اصلا وما عندوش هالاند. يعني هو ما جابش هالاند خالص من اول ما لقى كده الناس كلها جايبه هالاند، قال لي يا جماعه مش هجيب هالاند. فطبعا يعني الجوله دي لو كان عنده هالاند مثلا مكان هاري كين كانت فرقت معاه جدا. المهم خلينا نشوف كده فرقته. كان عنده جابرييل ستوبينن والكسندر ارنولد، دايما عنده اللعيبه المميزه. شوف عنده مين؟ عنده اوليسيه في نص الملعب. لو كان عنده طبعا ايزي كانت فرقت، لكن عنده اوديجارد وعنده طبعا واتكنز، وطبعا عنده على البنش برده رايا في حراسه المرمى. هو نزل له ستوبينن مكان لوك شو، واعتقد يعني ان هو عنده برده فلوس كتير قوي في البنك، هو يقدر يجيب هالاند بسهوله يا جماعه، لكن هو ما فضلش ان هو يجيبه. تغييره طبعا كان اوليسيه مكان انزو فرنانديز من فريق نادي تشيلسي. وفي كل الاحوال طبعا يعني لو كان جاب ايزي مثلا مكانه كانت فرقت جدا زي ما بقول لكم. ترتيبه نزل شويه بقى ل 2,284 الف على العالم. هو بيستمتع يا جماعه ان هو جايب الديفرنشلز، وعشان كده ان شاء الله يعني دايما بنتابع محمد القاضي. اللي انا بيجي لي ناس كتير جدا وكومنتس عايزين يشوفوا فرقته. نجم طبعا قناه يعني اون تايم سبورتس اللي دايما مستمتعين كده، وبستمتع جدا ان هو بتعجبه الحلقه. نيجي بقى لواحد من الناس المتابعين اللي انا بحب اتابعهم بشكل مستمر، وهو كمان يعني ما بيتاخرش علينا دايما بكومنتس جميله، وهو ندى علي ندى اللي جاب 64
63 نقطه بماينس 4 في الجوله دي. طبعا الجوله بالنسبه لي يعني شايف انها كانت كويسه برده. الندى ما شاء الله يعني طبعا كان عنده واتكنز، لكن المشكله ان كان عنده مينجز على البنش، كان فارق جدا طبعا لو كان جاب مينجز. خلينا طب نشوف تغييراته. هو كان جاب كوناتي مكان لوك شو، وجاب مارتينيلي مكان راشفورد. كوناتي طبعا لو كان جاب الكسندر ارنولد ولا حاجه كانت فرقت، لان عارف الفلوس طبعا ما كانتش مكفيه، لكن في كل الاحوال طبعا يعني كانت الجوله بالنسبه لي شايف انها كويسه. هو ترتيبه طبعا نزل شويه بقى ل 115,000 على العالم، لكن هو ما زال ترتيب ممتاز جدا لندى، الشخصيه الجميله بجد، يعني الجميله بجد والله. ولازم كلكم يا جماعه تتابعوه، كل يعني الاصدقاء هنا يتابعوه، لانه بجد من الناس اللي انا بحبها جدا، شخصيه جميله. ربنا يا رب كده يوفقك يا ندى، ودايما مستمتع والله بجد بحلقاتك، وان شاء الله يا رب دايما موفق يا ندى باذن الله. نيجي بقى لبلوك 5 اف بي ال، واحد من الناس القويه جدا، وهو دلوقتي بقى يعني التوب يوتيوبر كده في المتابعه اللي انا بتابعها لليوتيوبرز. 69 نقطه في الجوله دي، عمل تغيير واحد، دايما ما بيعملش ماينسز. طبعا ساكا اللي فرق معاه جدا، طبعا كمان كان عندي ساكا في الجوله دي، لكن هو يعني حريص ان هو ما بيعملش ماينسز. فرقت معاه نقطه واحده طبعا كيبا من رايا، يعني 6 نقاط و5 نقاط. كان عنده الكسندر ارنولد. خلينا طب نشوف تغييره. هو كان يعني نزل له ستوبن مكان زينشينكو الاول، وطبعا عنده في البنك 2 مليون، ممكن برضو يعمل تغيير، ولسه عنده تغييرين كمان في الجوله الجايه ان شاء الله. يعني برضو من الناس اللي هي حريصه جدا في التغييرات، ودايما تغييراته موفقه. والمهم يعني خلينا طب نشوف ترتيبه كده. بقى ال 21,350 على العالم. المهم خلينا نشوف ترتيبه. هو بقى ال 21,350 على العالم، ترتيب ممتاز جدا جدا لبلوك 5 اف بي ال عبد الله العيان، اللي دايما ان شاء الله بنتابعه، ودايما ان شاء الله بنشوف كل مره يعني فرق. واحد بقى من الناس اللي انا بجد اتبسطت جدا اني شفت الكومنت بتاعه، وهو مين بقى؟ هو عمر مجدي، اي كلام في الكوره، اللي عمل طبعا التعليق الجميل في الحلقه اللي فاتت. ويا رب دايما كده نتابع بعض على خير. المهم عمر مجدي جاب 74 نقطه في الجوله، وطبعا كان ما عملش ماينسز، وزي ما انتم شايفين كده كان عنده جريليش، عنده مارتش، عنده مارتينيلي، عنده واتكنز، عنده هالاند. وبالنسبه لي كانت جوله ممتازه جدا، ومينجز ورايا، يعني بالنسبه لي كانت جوله ممتازه. هو طبعا نزل له تشيلويل مكان زينشينكو، وعنده 3.3 مليون في البنك. وتغييره كان جريليش مكان برونو فرنانديز، تغيير كان موفق طبعا جدا لعمر. وترتيبه يا جماعه ارتفع بقى ل 166,000 على العالم. ما شاء الله يا عمر كده، شايفك مكمل وشايفك متالق، ويا رب دايما كده نتابع بعض. دايما يا عمر ان شاء الله متالق في الفانتزي، ودايما اكيد هنتابع فرقتك كل جوله باذن الله. اللي بعديه بقى يا جماعه نور ماجد. نور ماجد اللي جاب 74 نقطه في الجوله دي. يا جماعه نور مش ممكن، ما شاء الله دايما تغييراته جميله. كان جاب ايزي يا جماعه 16 نقطه. طب خلينا نشوف تغييراته. كان جاب ايزي مكان راشفورد، جاب مارتينيز مكان كيبا. يعني التغيير ده ما فرقش قوي، او يعني هما الاثنين جابوا 6 نقاط. المهم طبعا زي ما انتم شايفين كده تغييره ايزي ب 16 نقطه. بحب جدا اتابع بجد والله نور ماجد، لان دايما تغييراته فيها كده ايه يعني دقه ما شاء الله غير عاديه. وزي ما انتم شايفين كده 74 نقطه اكيد خلته في مركز متميز جدا. بقى ترتيبه ال 50,731 على العالم. نور ماجد دايما متالق، وان شاء الله نتابع فرقتك دايما باذن الله. نور. نيجي بقى لمي مجدي. مي مجدي اللي كانت يعني في الجوله دي حظها وحش جدا، زي ما انتم شايفين كده جابت 50 نقطه. فان دايك وهنري وتريبير، ميتوما، اوليسي وساكا وماديسون وبوين وهاري كين وهالاند. وعندها بقى يا جماعه اثنين على البنش، عندها مينجز ب6 نقاط، ياناتشو ب6 نقاط. ياناتشو اللي انا كنت قلت لك يعني بعيد الجوله اللي فاتت، لكن هو نزل وسجل هدف طبعا في مانشستر سيتي. وطبعا يعني هي ما لعبتوش، لان اكيد يعني كان صعب ان هو يجيب، او يعني تتوقع ان هو ممكن يجيب هدف في مباراته امام مانشستر سيتي، لكن هو ما عرفش. ياناتشو دايما سبحان الله كده بيتالق امام مانشستر سيتي. طبعا عارفين ان ياناتشو كان لاعب مانشستر سيتي السابق، ودايما بيجيب هدف في ملعب الاتحاد. هنشوف طبعا جابرييل جيسوس بقى هيعمل ايه في الجوله الجايه ان شاء الله امام يعني كده مانشستر سيتي. المهم طبعا نزل لها كيبا مكان ستيل في الجوله اللي فاتت، وما عندهاش طبعا فلوس في البنك خالص. خلينا نشوف طبعا تغييراتها. كانت جابت فان دايك مكان لوك شو، واوليسي مكان راشفورد. طبعا لو كان ايزي مكان راشفورد كان فرق جدا. المهم يعني والمنطقي ان طبعا اوليسي بيلعب في مكان افضل حتى من ايزي في الملعب، لكن في كل الاحوال يعني ترتيبها نزل شويه بقى 721,000 على العالم. ان شاء الله يعني تتعوض في الجولات الجايه مي، وباذن الله يعني دايما متالق. نيجي بقى لواحد من الناس اللي مهم جدا ان احنا نشوف فرقته كل حلقه، وهو دكتور فار. دكتور فار اللي جاب 50 نقطه في الجوله دي. كانت جوله صعبه جدا بصراحه لرفيق، يعني مش عارف ليه كان عنده كده حظه وحش جدا في الدفاع بالذات. 4 لعيبه في الدفاع، تريبير وستوبنن وتشيلويل وباتمان، كلهم 1 و2 و1 و1. خط النص يمكن هو اللي كان عنده بس جريليش، وكان عنده طبعا مارتش، وفي المقدمه كانت كابتنة
هالاند ولعب رايا مكان كيبا، يعني ما كانتش فرقت قوي النقطه دي، لكن في كل الاحوال طبعا هو كان تغييره جريليش مكان ماديسون تغيير كويس. المشكله طبعا كانت يعني في الدفاع، وزي ما انتم شايفين كده ترتيبه نزل بقى ل 253 الف على العالم. يعني رفيق بجد نصايحه دايما ممتازه، لكن يعني الجوله دي فعلا كان حظه وحش جدا. ان شاء الله يا رب دايما يا رفيق متالق، ودايما اكيد بنتابعه، وطبعا يعني من الناس اللي هي ايه ليها متابعين وعشاق بجد، انا عارف يعني ليها عشاق جامدين جدا. يا رب دايما باذن الله متالق يا رفيق. اخر واحد بقى في حلقتنا قبل فرقتي وهو باكايو ساكا، اللي يعني كان عنده في فرقتي، وطبعا زي ما انتم شايفين كده هو حاطط نفسه فايس كابتن حتى كمان، وجاب 0 من النقاط. وطبعا كان عنده محمد صلاح جاب 71 نقطة بدون اي ماينسز. وطبعا يعني بالنسبة لي باكايو ساكا اكيد كان ندمان جدا على ضياع ضربة الجزاء اللي ممكن تأثر جدا على فريق ارسنال في الموسم ده. المهم طبعا باكايو متألق في الفانتزي. هو طبعا في ماديسون وفي ناس كتير قوي يا جماعة، وفي يعني رمزي، حتى ياكوب رمزي لاعب نادي استون فيلا، وكالفين فيليبس وستيل حتى حارس مرمى برايتون. ناس كتير قوي قالوا لي لو عايزين يعني نعمل حلقه للعيبه اللي بتلعب في الدوري وبتلعب في الفانتزي، لكن في كل الاحوال هو طبعا محمد النني، هنسى ازاي محمد النني اللي لحد دلوقتي بيلعب. هو باكايو ساكا ترتيبه الاول على جيلي بيبيز، اللي يعني اللي هم الجروب بتاع فريق لعيبه نادي ارسنال. زي ما انتم شايفين كده بقى الاول عليه في الترتيب، وطبعا يعني في مجموعه من اللعيبه اللي بتلعب فعلا وحريصه جدا انها بتلعب كل اسبوع. ابرزهم طبعا هو محمد النني اللي فريقه اسمه طبعا زي ما انتم شايفين كده هولي مولي براين كينيدي. مش عارف مين براين كينيدي ده يا محمد، لكن هو طبعا ترتيبه الاول على الليج باكايو ساكا ب 1952 نقطه. فاعتقد يعني ان هو عامل موسم كويس جدا في الفانتزي، لكن طبعا ركله الجزاء اللي ضيعها دي اثرت جدا جدا على معنوياته وعلى يعني فريق ارسنال في الجوله اللي فاتت. اخر فرقه بقى في حلقتنا النهارده وهي فريق طبعا جبت 74 نقطة في الجولة دي، كيبا ويعني بن وايت وجريليش وسون، والسون اللي طبعا يعتبر هو الديفرنشال بتاعي، وواتكنز وهالاند. فبالنسبه لي طبعا كانت جوله الى حد كبير كويسه. كان تغيير طبعا جبت جريليش مكان راشفورد، وزي ما انتم شايفين كده ترتيبي ارتفع الى ال 113 226 الف على العالم. يا رب يعني بقى تبتدي او الوايلد كارد ان شاء الله في الجوله الجايه باذن الله تظبط معايا. برضو لو عندكم اي نصيحه ليا كده قولوا لي اكيد يعني، وانا ان شاء الله هنزل فرقتي قبل الجوله ما تبدا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، وباذن الله يا رب يعني تبقى جولات كده جميله جيده الفتره اللي جايه باذن الله. وايضا البنش بوست يا رب تظبط معايا في الفتره اللي جايه دي. كده كانت حلقتنا، واكيد يعني لو عندكم اي كومنتس اي حاجه عايزين تقولوها لي اكيد يعني دايما بنتظر تعليقاتكم، والى اللقاء.